السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمتتبعين قناة آية وآدم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي هو تحت طلب بعض المتتبعين. سمعونا غادي نسافروا، قال لك ضروري تشاركوا معنا البلايص اللي غتمشيو ليهم باش نتابعوكم إن شاء الله. خليكم مع شرح الفيديو وشكرا لكم. مهم هذا هو شرح الفيديو. كيف ما كتشوفوا في الخريطة، هذه خريطة إفريقيا. المغرب كيتوجد في هذه خريطة إفريقيا، كيتوجد في شمال إفريقيا. كيف ما كتشوفوا المغرب كيتوجد في شمال إفريقيا، يعني هذا هو المغرب. هادو هما الحدود ديالو، هذا من هنا هو الحدود ديال المغرب. من الفوق شمالا كتحدوا اسبانيا والبرتغال، من الشمال اسبانيا والبرتغال. ومن الجنوب موريتانيا، من الجنوب دولة موريتانيا كيف ما كتشوفوا، ها هي هذه موريتانيا من الجنوب. ومن الغرب المحيط الأطلسي، يعني البحر محيط الأطلسي، بحر محيط الأطلسي. ومن كاين المغرب عنده يطل على واجهتين بحريتين، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. عنده جوج بحور المغرب، كاين البحر المحيط الأطلسي وكاين البحر الأبيض المتوسط اللي كيتوجد في الفوق. أما الشرق كاين الجزائر، يحده من الشرق الجزائر، دولة الجزائر، هذه الجزائر. يعني شمالا إسبانيا والبرتغال، جنوبا موريتانيا، غربا المحيط الأطلسي، وشرقا الجزائر. حنا هاد البلاصة هذه هي اللي غنمشيو ليها حنايا في الشرق. غنمشيو إن شاء الله، غنسافروا للشرق. هاد البلاصة اللي غنمشيو ليها عمرني أنا بعدا أنا ولادي ما مشينا ليها، اللي هي الحدود الجزائرية المغربية. غزالة كيعاودوا عليها بلاصة سياحية، ومن تما من كنشوفوا إخواننا الجزائر من تما، وكيشوفونا وكنشوفوهم. يعني بيننا وبينهم غير واحد الباغياغ، يعني واقفين حدانا كنهضروا معاهم إن شاء الله. تما فين غنمشيو، هذيك هي البلاصة اللي ما عمرني ما مشيت لها أنا، يعني غنمشيو ليها إن شاء الله. غندوزو على وجدة. هذه هي الطريق اللي غنمشيو حنا هنا الرباط، غنمشيو مرورا على فاس ومكناس، وغنطلعوا لوجدة، ومن وجدة غنطلعوا للسعيدية، ومن السعيدية ان شاء الله غندوزو لهذيك البلاصه اللي هي منطقه الحدود الجزائريه المغربيه ما بيننا وبين الجزائر. زوينه، بلاصه سياحيه شفتها في الفيديوهات، يعني بلاصه زوينه سياحيه قريبه للسعيديه. من السعيديه كندوزو لها يعني، ومن تما غندوزو للسعيديه ان شاء الله. السعيديه حتى هي زوينه. هذه هي الحدود المغربيه الجزائريه، والسعيديه هي هذيك اللي بالحمر، هي اللي فيها لوكاليزاسيون بالحمر. المهم غندوزو نشوفوا هذه، كنقيلوا فيها نهار كامل نقيلوا، ومن بعد غنرجعوا للسعيديه نباتوا فيها، نباتوا في السعيديه ان شاء الله ونقيلوا فيها. تعاودوا على السعيديه، البحر ديالها زوين ونقي، وشاطئ زوين وسياحي، يعني سياحيه حتى هي. السعيديه مدينه سياحيه. نقيلوا في السعيديه، يمكن نقيلوا فيها نهار كامل ونباتوا، ولا غد لي الصباح غنمشيو غنخرجوا منها، لان صافي غير نهار واحد، ليله ونهار في كل مدينه. يعني حنا حيت غنسافروا من الخميس ان شاء الله بحول الله، غنسافروا بالخميس بكري وغنرجعوا الخميس بالليل. يعني سيمانه عندنا كل نهار ليله ونهار غندوزوها في مدينه. من بعد السعيديه غنمشيو ان شاء الله، غنبقاو دائما غاديين غير على الشاطئ، جنب الشاطئ لاكوت. كيعجبنا نمشيو على لاكوت يعني، وغنشوفوا البلايص اللي هنا سياحيه لداخل. كاين جيت بركان، كاينه تافوغالت، قالوا لنا تافوغالت زوينه، زكزك حتى هي زوينه، يمكن لينا ندخلوا ليها نشوفوها ونعاودوا نرجعوا لجهه البحر. يعني الواجهه البحريه زوينه، فيها متفوج، فيها مناظر زوينه ومبرده. من تما غندوزو الناظور،
غنمشيو للناظور ان شاء الله، حتى هو غنستقروا فيه واحد النهار ولا ليله ونهار. ومن بعد غنمشيو من هاد البلاصه، ما نبقاوش غاديين على البحر. هذه هي مليليه محتله، مليليه مدينه مليليه مغربيه محتله من طرف الاسبان. هذه من طرف الاسبان، محتلين الاسبان، يعني مدينه راه مغربيه ومحتلين الاسبان. يعني حنا ما غنبقاوش غاديين مع البحر، غندخلوا لليابسه، غندخلوا لداخل وغنمشيو من هنا وغنمشيو غنخرجوا للحسيمه. غنمشيو للحسيمه حتى هي كيعاودوا عليها زوينه، البحر ديالها زوين، قال لك الماء نقي بحال الدجاج فيها. يعني حتى هي ما مشيتش اول مره غنمشي ليها. يعني غنجلسوا في الحسيمه، نجلسوا فيها شي شويه، باتوا فيها ونقيلوا ونعاودوا ثاني نمشيو. غادي نمشيو على حسب، الا عجبتنا البلاصه راه حنا غنجلسوا فيها اكثر من ليله ونهار، نقدروا نجلسوا فيها يومين 3 ايام صافي. وغنبقاو غاديين دائما، غنبقاو غاديين على شاطئ البحر، يعني على الشاطئ، نمشيو على الشاطئ حتى ندوزو على الجبهه. ها هي الجبهه غندوزو عليها، ما غندخلوش ليها، المهم غندوزو غير من الجهه ديالها وغنطلعوا للودلاو. الودلاو ديجا مشينا ليه، قيلنا فيه وبتنا فيه، يعني ما زوينش بزاف، يعني فيه غير البحر، ما فيش شي حاجه ما تشاف. ومن بعد نطلعوا لتطوان. تطوان فيه مارتيل، يمكن نانستاليو في مارتيل ولا كابو نيغرو ولا ريستينغا ولا بحال هادشي. البحور كاينين كتار في مارتيل، في تطوان كاينين بحور كتار زوينين. هي الاغلبيه اللي كيمشيو لها صحاب المغرب كيمشيو لتما لتطوان، كيمشيو لهاد البحور هذه كتكون زوينه تما. من بعد غادي نطلعوا لطنجه. من تطوان غندوزو للفنيدق بطبيعه الحال، المضيق، المهم غندوزو لهاد المدن هادو وغنطلعوا غندوزو من حدا الميناء، ميناء طنجه، ميناء طنجه، وغندخلوا لطنجه ان شاء الله. طنجه هي هذه، ها هي طنجه عندها واجهتين، عندها 2 بحور، عندها المحيط الاطلسي وعندها البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط تبارك الله هادئ ما فيهش الامواج، والمحيط الاطلسي فيه الامواج بزاف. يعني حنايا غنجلسوا في طنجه من الجهه ديال البحر الابيض المتوسط باش الدراري يعوموا على خاطرهم. ومن بعد غنهبطوا للرباط. ها حنا هبطنا صافي، غنكمل الجوله ديالنا غتكمل هنا وان شاء الله. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش هذه المناطق، المهم انا شرحت على قد الناس اللي قالوا لنا شرحوا لنا على السفر ديالكم. المهم هذه هي الجوله ديالنا، نتمنى تدوز بخير وعلى خير. وشكرا لكم متتبعين قناه آية وأدام. شكرا، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم للفيديوهات ديالنا، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.